الآن بنترك بيوتنا وبننزح. رح أترك بيتي وأنزح. هاي لحظة صعبة جدا علينا، يشهد الله إنه إحنا تمسكنا في بيوتنا لآخر لحظة. كانت أجمل لحظة لما رجعنا على بيوتنا، رغم إنها محترقة، لكن كانت أجمل لحظة بالنسبة لي. اليوم أصعب لحظة، أصعب مشهد يصير فينا إنه إحنا نترك بيوتنا ونطلع. لكن الخذلان اللي إحنا بنشعره شعور صعب، إحساس صعب جدا. عندنا ثقة بالله الحمد لله ويقين بالله تمام، ربنا راح يكون معنا، لكن فكرة إنه إحنا نتشرد إلنا أيام وليالي نتشرد من بيوتنا، الشوارع، إحنا وأطفالنا نمشي بالشوارع، لا مأوى ولا أمان ولا أكل ولا طعام ولا شرب ولا شيء. إحنا بنبكي من الهموم اللي أثقلت قلوبنا، من التعب اللي بنشوفه، من التشرد. عم نتشرد في الشوارع، نمشي إحنا وأطفالنا في الشوارع، مش لاقيين مكان، مش لاقيين مأوى، مش عارفين وين نطلع، وين نروح. أصعب إحساس، أصعب شعور، تحس حالك إنه أنت حابب تموت في المكان اللي أنت فيه، ولا إنك تتشرد، ولا إنك ترتمي في الشارع وما تلاقي حدا يطلع فيك. بيوتنا عبارة عن مأوى، بيوتنا هي مأوى إلنا، ستر إلنا ولأطفالنا. ليش بصير فينا هيك؟ أتمنى تبكوا على نفسكم، على الإنسانية اللي ضاعت منكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعود إلى بيوتنا مرة أخرى، نعود إليه ونحن سالمين غانمين معافين، لا فقدين ولا مفقودين بإذن الله تعالى. للأسف هذا هو أصعب شيء.